النهاردة حلقة جديدة على قناة تدريب الكلاب مع يوسف حنا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مميزات وعيوب كلاب الجولدن ريتريفر. هنبدأ بأول حاجة وهي مميزاته. كلب الجولدن ريتريفر بيكون ذكائه عالي جدا وسهل جدا في تدريبه عشان بيستوعب الأوامر والتدريبات بسرعة جدا، وبيحب اللعب مع الأطفال، وحجمه بيكون متوسط وممكن يقعد معاك في الشقة، وهو كلب نشيط جدا. كلب الجولدن ريتريفر من الكلاب الكويسة جدا للمبتدئين، شكله بيكون حلو، ولو مربي حيوانات تاني كلب الجولدن سهل انه يعيش معاهم. هنتكلم دلوقتي على عيوب كلب الجولدن ريتريفر. فروة كلب الجولدن بتكون كتيرة فبتحتاج رعاية وتنظيف باستمرار، وكلب الجولدن شراسته بتكون قليلة ومش بيبقى للحراسة، وبيحب صوت نباحه جدا وصوت نباحه بيكون عالي. وطاقة كلب الجولدن ريتريفر بتكون عالية جدا، فلازم تكون مسيطر على طاقته وتخرج كل الطاقة اللي جواه. وبس، دي كانت حلقتنا النهاردة. يا رب اكون فدتكم في حلقة النهاردة. متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا انزله. ولو اي حد عايز يعرف اي معلومات عن الكلاب يكتب لي تحت في الكومنتس. كان معاكم يوسف حنا، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.